السلام عليكم، مساء الخير، مساء الانوار، احبابي، اصدقائي، الناس اللي تتفرج فيا كامل. نتمنى الفيديو هذا يجيكم وانتم في صحه جيده باذن الله يا رب العالمين. جبت لكم وصفه رولي دجاج روعه اقتصاديه وتقطع كميه كبيره، غير ب 300 غرام دجاج ديري 20 حبه، هايله سهله ماهله كما يقولوا. تجيبي هنا زوج حبات بطاطا ولا تجيبي ثلاثه كما تحبي، انا درت حسب العائله. تربيهم في الراب وتحطيهم في الجهه الرقيقه، ما تربيش في الجهه الخشينه كما راكي تشوفي عزيزتي، اخي، اختي. بعد ما ربيناها نجيبو نهزو بالشوي ونعصروها من الماء هذاك تاعها، سينو هذاك الماء تاعها يفزد لك الوصفه ويفتح لك الرولي تاعك في المقله في الزيت. استخدمي شويه عضلاتك اختي، اخي. تعصري مليح البطاطا من الماء تاعها، بصحتكم، شهيتكم في الجنه ان شاء الله احبابي، اخواتي، اعزائي. هاكو تشوفوا كيفاه معصوره ما فيهاش خلاص حتى كترامه. شوفوا الماء اللي خرج منها. نجيبو 300 غرام صدر تاع دجاج ونضيفولو، نرحيوه ساعه الاول، ونضيفولو هذيك البطاطا غابي اللي كنا عصرناها من الماء، حطوها معاه في الاشوار كما راني ندير. نزيدو 3 ملاعق اكل لا شابلور، نزيدو ملعقه فلفل احمر حلو ولا حار كيما تحبي، انا ما درتش الحار. الملح نحط قليل، وهذه بياض بيضه، حتى روحي نصور وانا ما صورتش، يعني ما عارف كيف تحذف يعني حطيت بياض بيضه، والتوابل الخاصه بالدجاج ما عندكش عادي ديري اللي عندك. ودرت نصف قطعه جامبو، على بها الملح من الاول ما درتش بزاف. هاكي تشوفي لهنا كي رحيتهم مع بعضهم كيفاه، حتى هذيك البطاطا غابي اللي كانت ترحى معاه تذوب خلاص. وتجيبي فرماج النوعيه اللي عندك نورمال، ما عندكش ما ديريش. وتجيبي فيلم اليمونتير ديريه على زوج باش ما يتعبكش، تدهني يديك بالزيت وتحاولي تخبزي ولا تطرحي ولا كيما، المهم عفوا ديريها شويه رقيقه مي مش بزاف لدرجه انها تتفتح لك في الزيت. احنا درك حبينا نديرو رولي اقتصادي. ان شاء الله تعجبكم الوصفه يا رب العالمين، سيوها هايله، رائحه وذوق وشكل ما عندي ما نقول لكم. تحطي الفرماج هذاك المربي عفوا، تحاولي ديري كيما انا، هاكي تشوفي الصوره راهي تعبر عزيزتي. تلمي الجوانب نورمال رولي كيما نديرو البوراك، عاودي لمي له الجوانب، تضغطي وتدفعي الى الامام. هاكي تشوفي نورمال، خسر لك كشويه عاودي سقميه. مادام هذا البلاستيك هذا الفيلم اليمونتير هذا عندك راه هو يعاونك بزاف. هاكي تشوفي كيفاش ندير له. شوفي كيفاه جات. نزيد خواتاتي نعاود معكم وحده، خاوتي كامل المتفرجين يرحم والديكم. نعاود نقلب الجوانب هكا، عفوا، وندير نفس العمليه الاولى. نحاول نضغط وندفع الى الامام هكذا باش ما يكونش، نحاولوا ما نخليوش الهواء يكون لداخل، ما يكونش الهواء.
نحاولوا نسقموها. شوفي حبيبتي ولا اخي واختي صديقتي العزيزه، انا تعمدت نديرهم شويه كبار هذو الحبات اللي درتهم. حابه ديريهم اصغر من هكا راهي تجيب لك واحد 22 حبه. ملاح رمضان نغيروا شويه في بلاصه البوراك نحطوهم يجيو روعه. هاكي تشوفي كيفاش ندير لها. بصحتكم. هاكو تشوفوا خاوتي ان شاء الله اللي حاجه في قلبه يتمناها يا ربي تتحقق له في هذه الايامات يا ربي. شوفي بعد ما دورتهم من الاول جاوني شغل كاري، نحطهم هنا في هذا البلاستيك وهاكي تشوفي الصوره كيفاه. شوفي كيفاه جاوني. من بعد نجيب لهنا الفارينه ونجيب البيض ولا شابلار تاعي، نغطسوا الحبه في الفارينه. كل الجوانب لازم الفارينه تقيس من الجهات كامل، تقيسوا من الفارينه. ومن بعد نحطوها في البيض. البيض عزيزتي اخي راني درت 2 بيضات ودرت تقريبا 4 ملائق حليب، 4 ملائق اكل. راني درت الحليب في البيض. ومن بعد حطي في لاشابلور. هنا تعمدت ندوبلي لاكوش تاع لاشابلور باه شويه تجي القرمشه هذيك ما يشربوليش الزيت. نخدمها في لاشابلور هكا، نغمدها مليح ومن بعد نعاود نردها في البيض. تجيكم هايله الطريقه هذه. دوبليو لاكوش وعاودوا حطوها في لاشابلور تجيكم روعه. ليسياتها بألف صحة وهناء يا رب. بعد كي تخدميهم كامل بالطريقة هذه حطيهم في الكونجيلاتور على الأقل نصف ساعة ولا 45 دقيقة باه كي تحطيهم في الزيت سخون ما يتكسرولكش. الزيت في الاول يكون سخون ومن بعد كي يسخن الزيت تنقصيلو، مش تنقصيلو خلاص تقليهم كيما نقليو البوراك والبطاطا. اني جبتهم من الكونجيلاتور ونقلي فيهم هنا. بصحتكم. في النهاية تشوفي كيفاش الحبات خرجوا حمورات زينين يهبلوا. شفتي كيفاه ما فيهمش قطرة زيت. واحد القرمشة واش نحكي لك. عامك اخوتي اخواتي الكرام، في النهاية تحطي اي سلطة عندك خضراء سواء كروم ولا سلطة خضراء ولا فلفل الوان وتحطي فوقه هاد الرولي الدجاج اللي يعني رائع بمعنى الكلمة. والسلام عليكم إخوتي أحبابي.